السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إنك قاعد لوحدك في البيت وفجأة تسمع صوت بيقول أنت فين؟ تبص حواليك مفيش حد. الصوت يتكرر تاني، تعال هنا. في اللحظة دي أنت مش قدام إنسان، أنت قدام طائر. طائر قادر يقلد صوتك، ينطق كلماتك ويردد جملك. لكن السؤال الحقيقي هو إزاي؟ إزاي كائن ما عندوش شفاه ولا أسنان ولا حنجرة زي البشر يقدر يتكلم؟ وأهم سؤال، هل هو فعلا بيتكلم ولا إحنا فاهمين الموضوع غلط؟ أهلا بيكم. دي حلقة جديدة من سؤال الليلة، والنهاردة هنفك لغز. إزاي الببغاء بيقدر يتكلم زي البشر؟ ولو لسه جديد في القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك حلقاتنا أول بأول. الحقيقة الأولى، الببغاء مش بيتكلم، أيوه، رغم كل اللي سمعته قبل كده. الببغاء لا يتكلم، هو يقلد. لكن مش تقليد عادي، ده تقليد بدقة مرعبة. في طيور تانية عندها قدرة تقليد، لكن محدش فيهم يوصل لمستوى بعض الأنواع، زي الببغاء الرمادي الأفريقي اللي بعض أفراده قدروا يحفظوا مئات الكلمات. طيب السؤال الأهم، إيه السر اللي جوه دماغه؟ مخ الببغاء مختلف عن أغلب الطيور، عنده مناطق عصبية متخصصة في التعلم الصوتي، وصلات عصبية قوية جدا بتخليه يخزن الأصوات ويسترجعها بدقة مذهلة. لكن المفاجأة الأكبر، هو ما عندوش حنجرة زي البشر. بدل الحنجرة عنده عضو اسمه المصفار. المصفار موجود في أسفل القصبة الهوائية، ومن خلاله بيتحكم في الهواء اللي خارج من جسمه. يعني كل كلمة بيقولها هي في الأصل صفير، لكن صفير متحكم فيه بإتقان شديد. هو ما بينطقش الحروف، هو يعيد تشكيل الهواء لحد ما الصوت يطلع شبه كلامنا. طب بيعمل ده إزاي من غير شفايف؟ هنا بقى الجزء العبقري. الببغاء بيستخدم لسانه من قاره، عضلات رقبته، وضغط الهواء علشان يغير نغمة الصوت. حتى حركة رقبته بتأثر في الطبقة اللي بيطلعها. لو رقبته وهو بيتكلم، هتلاقيه بيظبط جسمه كأنه بيعمل معادلة صوتية. طب هو فاهم اللي بيقوله؟ الإجابة المعقدة شوية هي غالباً لأ. هو بيربط الصوت بالموقف. يعني لو كل ما تدخل البيت تقول إزيك، هو هيكررها أول ما يشوفك، مش علشان بيطمن عليك، لكن لأنه اتعلم إن دخولك يساوي الكلمة دي. لكن في بعض الدراسات على الببغاء الرمادي الأفريقي، اتضح إن بعض الأفراد قدروا يميزوا بين الألوان والأعداد، وحتى يربطوا كلمات بأشياء حقيقية. يعني أحياناً الموضوع بيبقى أعمق من مجرد تقليد. طب ليه في الطبيعة مش بنسمعهم بيتكلموا؟ الغريب إن الببغاوات في البرية نادراً جداً ما تقلد أصوات البيئة حوالينها. قدرتهم الحقيقية بتظهر لما يعيشوا مع البشر. ليه؟ لأنهم كائنات اجتماعية جداً. في الطبيعة بيقلدوا القطيع، ولما يعيشوا مع إنسان، الإنسان بيبقى هو القطيع. فهو مش بيحاول يبهرك، هو بيحاول ينتمي. ورا الشكل اللطيف قوة غير متوقعة من قارو قوي جدا. بعض الأنواع الكبيرة تقدر تكسر مكسرات صلبة بسهولة، وبيستخدم رجليه زي الإيد تماما، يمسك الأكل، يتحكم فيه، يوازن جسمه. والأغرب إن بعضهم بيفضل رجل معينة عن التانية، زي ما إحنا بنبقى يمين أو شمال. طب ليه دايما بنشوفه مع القراصنة؟ الصورة الشهيرة، قرصان، عصابة على عينه، وسيف، وبغاء واقف على كتفه. السبب في الغالب أدبي وسينمائي. ظهوره المتكرر في الروايات والأفلام خلاه رمز للغموض والمغامرة. فكرة إن طائر يكرر كلمات غامضة فوق كتف قرصان، مشهد صعب يتنسي. الخلاصة، الببغاء مش بيتكلم زي البشر، لكنه أتقن فن تقليدهم. عنده جهاز صوتي مختلف، مخ متطور، وقدرة مذهلة على ربط الصوت بالموقف. وده اللي خلاه أقرب طائر لينا. لكن السؤال اللي يفضل مفتوح، لو قدر يوما يفهم فعلا معنى الكلمات اللي بيقولها، هل هنفضل نعتبره مجرد مقلد؟ ولا ساعتها هنتكلم عن بداية لغة جديدة؟ دي كانت حلقة جديدة من سؤال الليلة. لو في سؤال بيجيلك وانت ممدد في نص الليل ومش عارف تنام، اكتبه في التعليقات. ومتنساش اللايك والسبسكرايب، واستنونا في سؤال جديد في ليلة جديدة.